بداية قبل أن نقدم ضيفنا الكريم أو مضيفنا الكريم لأنه صاحب، لا بد أن نرحب بكل من تكبد مشقة الحضور، سواء من مصطفى أو من المجاور لمصطفى أو من قرية العمار الشقيقة التي نعتز بها وبأهلها وبمن جاء منها، وعلى رأسهم الشاعر الكبير والمحامي المتألق أحمد يوسف، والشاعر والموسيقار الكبير أيضا أحمد عبد مورة، والشاعر الجميل والذي سوف نستمتع بشعره الأستاذ الشاعر علي منصور الذي ألتقيه الليلة للمرة الأولى في مصطفى، لكننا التقينا في كفر شكر وفي أماكن متعددة خارج قرية مصطفى. بالنسبة للشباب مصطفى لا يرحبوا بأهل الدار كما يقولون، فأنتم في بلدكم وبين أهلكم ومحييكم وفي ضيافة رجل هو من الجذور العتيقة والجذور المورقة في هذه القرية وخارج هذه القرية أيضا، وهو المستشار الأستاذ محمد عبد اللطيف سرحان. كنت أود أن نستمع إلى أوتار الأستاذ أحمد عبد مورة في البداية، لكنه يبدو أنه أثر التدخين أولا، فله ما شاء يعني كما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكريم، يا من لبيتم دعوتنا لهذه الأمسية العامرة، لكم منا كل الشكر وعظيم التقدير. ودائما هي الجذور كالأوتاد، ودائما هي الجذور لا يميتها التراب، حينما تدفن الجذور لا تموت ولكنها تشرق وتورق من جديد. تفور في ترابها فتستجيب، فلا أوراق بلا أغصان ولا أغصان بلا جذور. وأنتم يا أبناء هذا البلد الطيب، أنتم الأوراق وأنتم الأغصان لجذور تشربت من حليب الفكر وتشبعت من شهد الثقافة، فصارت معينا شافيا لكل من يأتيها. أيها السادة الحضور، ويا أبناء هذا البلد الطيب، هذا البلد الموشوم بالعلم والثقافة قبلهما القرآن الكريم وما أعظمها من شؤون. يا أحفاد الحسين المنصفي ورفاقه الأضواء، يا أحفاد من ساهموا في إسراء هذا الوطن وخطوا على جبينه حروفا من نور، وما زالت رائحتهم زكية تملأ أنوف هذه الأمة. أنتم الأوراق يا أبناء هذا البلد الطيب، ومن حقكم أن تفخروا بأغصانكم الشهية وجذوركم العتيقة. من حقكم أن تتعرفوا على رؤاها وتتأملوا مشاربها ومنابعها الصافيات. من حقكم بل ومن واجبكم أيضا أن تمتصوا وتختزنوا وتكتنزوا من رحيق تلك الجذور ومن شذا هذه الأبصار، وحينئذ فقط تصبحون خير خلف لخير سلف. وحين يحين وقت تجبركم تكونوا قد أديتم الأمانة كاملة لا نقصان فيها، واستحققتم أن تكونوا إلى جوار أجدادكم الخالدين. السادة الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني في هذه الأمسية العامرة أن يكون نجمها وضيفنا بل ومضيفنا غصن وارث من أغصان مصطفى الحبيبة، غصن بظلاله وأفيائه ثقافة وفكرا فوق ربوع هذا الوطن الممتد، غصن ما زال يخفق بالعطاء ويطير بالعلم. ضيفنا بل مضيفنا الكريم الأستاذ المستشار محمد عبد اللطيف سرحان. أهلا به، أهلا بك في بيتك وبين أهلك وذويك ومحبيك. اسمح لي أن أستقبلك
ببيتين من الشعر. اليوم عيد وفي لقياك أعياد، وفرحة الأهل والأحباب ميعاد. في جمعنا هذا أتيك يا ضيفا تزهو به الدنيا والناس شهاد. يا صاحب الخلق الكريم مكرمة، خلق أشاد به الأخيار وازدادوا. أهلا بك سيدي الكريم في بيتك وبين أهلك ومحبك. محمد عبد اللطيف سرحان رجل على مكانته العلمية والفكرية غاية في التواضع وغاية في التمسك بالأرض وبالجذور وبالطين المرصفي، وما زال يحيي في هذه القرية رغم أن غيره الكثيرون قد غادروا واستقروا، وما أكثرهم وما أقل لا يشبه الأستاذ المستشار محمد عبد اللطيف سرحان. سأشعر معك شرارة الحوار، ثم سنطوف حول الشعر والحان الجميلة، ثم نعود إليك مرة أخرى، ثم نطوف حول الشعر في أمسية جميلة تجمع بين الفن وبين الفكر، بين القانون وبين الإنسانية. من السيد الكريم. الحقيقة فريق الإعداد لهذا الصالون وعلى رأسهم الأستاذ جمال مهيدي الفنان الجميل أتى إلينا بمعلومات وافية وصفية عن سيادته، منها ما يخصنا ومنها ما يخصكم. أما ما يخصنا فهو ما سوف نتحاور فيه الآن مع حضرتك. فبداية عودت بك إلى البدايات لكي نتعرف على هذه الشخصية الكريمة. ما الذي أثر فيها إيجابا؟ ما الذي دفعها لكي تكون المستشار محمد عبد اللطيف سرحان؟ ما هي المنابع والمشاعر والمحطات الفارقة التي شكلت شخصية عبد اللطيف سرحان الإنسان هو ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أنا في البداية تعلمت القرآن الكريم في القرية على يد الشيخ عبد الراشد رحمه الله، ابن الشيخ عبد الرحمن راشد، الشيخ معهد مصطفى الدين. وذهبت لمعهد الدين في لندن، كان الأول إعدادي أزهرية، يعني الأزهر اتطور سنة 62 كان أول أزهرية أزهرية، بقت أزهرية سنة 62. ما دخلوا بقى المواد الزهرية الثقافية بالإنجليزي والفرنساوي والرياضيات والكلام. فكل أول سنة أول دفعة خدناها أزهرية من، فكان النتيجة سنة يعني مؤلمة، من حوالي 15 واحد أو 17 واحد كل نجح في التكليف. وأتممت الدراسة الثانوية في المعهد الثانوي لها، وحققت الشهادة القانون. وكنت الأول أخذها علمي، ثانوي علمي، أخذت الهندسة، قعدت فترة في بيت الهندسة، ولكن قررت ربنا كنت أراد يعني أنا ما حولت من الهندسة من سنة أولى إن شاء الله. فالحمد لله كان ترتيبي الثاني، كنا 2 اللي خرجهم، كانوا 2 الأول والثاني. فدخلت الجيش سنة 72 وعينت بقى في النيابة العامة في يناير 73 عقد الجيش مباشرة. والحمد لله بقى يعني أنا موجود هنا في الوقت. نعم، هو ده يعني تأخرت الموضوع لكي إيه يعني أصلا اتكلمت كتير، أنا مش عاوز أنا أتكلم، لا عاوزين نسمعك وبعدين نقول اللي موجود في الوقت. أنا بقى تحت أمرك يعني في سؤال أي حاجة. وسيادة المستشار التحق يعني مما يلفت النظر حتى أنا يعني مصر كده مظلم الجزء ده، هو حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على يد الشيخ عبد القوي رشد. أنا مع مظلم الحتة دي لأنه يبدو أن القسم المشترك لكل عظماء هذه الأمة ورجالاتها اللي هم الذين لهم بصمات قوية تتلمذوا في الكتاب.
يبدو أن الكتاب فعلا كان قاسم مشترك لهؤلاء الجميع، ولكن يعني عاوزين نقول الكتاب ما عادش موجود زي الأول، ما هوش موجود، حتى البديل عنه ما هوش بنفس الفضل. لكن الكتاب احنا انا يعني اذكر ان احنا دخلنا المدرسه احنا بنقرا ونكتب، اتعلمنا القراءه كتابه قبل دخلنا الازهر كنا عارفين طريقه الوضوء ايه، نواقض الوضوء ايه، اركان الصلاه ايه، اعداد بسيد الشيخ عبد القوي كان يعني كل يوم خميس حاجه اسمها ديانه كده، يعلمنا امور. يعني دخلنا الازهر كنا عارفين كل الفقه اللي احنا وصلنا فيه. طيب هو في برضه هنا حضرتك التحقت في كليه الهندسه جامعه الازهر ثم حولت الى كليه الشريعه والقانون، ما هي الاسباب او الدوافع التي جعلتك؟ انا لقيت نفسي كده يعني مفيش استجابه للكليه، رغم ان انا واخد كنت بجيب المجموع الاعلى درجات في الرياضيات وكان شغل التخطيط. بس انا بقى شيء كده ما اعرفش، يعني انا ما كانش في هل كان بداخلك يعني نوع من الطموح لما انت لا لم يكن بداخلك؟ اطلاقا. هل كنت تهرب من اللغات